يلا نعمل مع بعض كيك الكراميل بطريقة بسيطة وسهلة قوي وبالمكونات بسيطة هتطلع لنا في الاخر نتيجة جميلة جدا. الكيك ده بيبقى خفيف قوي وهش، وغير طعم الكراميل فيه بيديله طعم جميل جدا. بصوا الكيك عامل ازاي، هشة قوي وخفيفة، وكمان الصوص بتاعها ما بيكونش تقيل كده، لا ده خفيف خالص. لو أول مرة تشوفوني أنا نهلة، أتمنى تعملوا اشتراك للقناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل فيديو جديد. يلا بينا. أول حاجة بجهز القالب بتاعي أو البايركس، بدهنه بالمادة الدهنية اللي بفضلها سواء سمنة أو زبدة ورشة دقيق. بعد كده معايا كوباية سكر، عليها كوباية إلا ربع زيت، ومعلقتين لبن بودرة وممكن نستغنى عنهم عادي، وربع معلقة فانيليا سايلة، ومعايا باكت كريم كراميل، باكت واحد بس بيبقى فيه البودرة والسكر المكرمل. بناخد بس البودر دي نفضيها على الخليط بتاعي، ومعايا كوباية لبن، يبقى كده كوباية سكر، كوباية لبن، كوباية الا ربع زيت. بالشكل ده كده بضربها جامد. انا بس بدلت الخلاط بتاعي، بيدينا في الاخر القوام بالشكل ده كده. بصوا مايل لانه يكون تقيل شوية عادي خالص. باخد من المقدار ده كوباية كبيرة، نفس الكوباية اللي بعير بيها. هحتفظ بالكوباية دي كده لحد ما اكمل بقية الخطوات بتاعتي. باخد باقي الخليط وبضيف عليه 2 بيضة. انا بحب الفانيليا السايلة شوية فزودت كمان نقطتين كده. الفانيليا السايلة احلى من البودرة كتير جدا، ليها طعم مميز ونكهتها قوية. ومعايا معلقة خل كبيرة، الخل بيدي هشاشة كده في الكيك حلو قوي وبيخليه خفيف. هضربه تاني مع بعض. معايا في بولة كوباية ونص دقيق، بحط عليهم كيس كيك شيف. طبعا احنا متعودين ان الدقيق بنخله مرة او مرتين، بيخلي الكيك احسن طبعا. ورشة ملح. قلبت كل الخليط كده مع بعض كويس اوي عشان اتأكد ان الكيك شيف مش متكتل في جزء معين. ده كده الخليط بعد ما ضربته هنزله على الخليط الدقيق بالكيك شيف، وببدأ اقلب بالراحة كده بالمضرب اليدوي. انا طبعا بقلب بالراحة بس باين في الفيديو انه سريع عشان انا مسرعة شوية، لكن انتي بتقلبي بالراحة كده واحدة واحدة. بعد كده جبت المعلقة عشان اتأكد ان مفيش اي دقيق مترسب تحت. طبعا من قبل ما ببدأ في الكيك بتاعي وبفتح الفرن على درجة حرارة 180، لازم الكيك تدخل في فرن ساخن مسبقا. دخلتها اخدت معايا بالظبط 45 دقيقة. تقدري تفتحي عليها الفرن تشوفيها بعد حوالي 30 دقيقة. بتختبريها بخلة خشب من النص، لو طلعت ناشفة تبقى هي كده تمام استوت. لقيتيها لسه فيها سايلة شوية، بتدخليها تاني الفرن 10 دقايق. سبتها بعد ما طلعت من الفرن 10 دقايق ربع ساعة لحد ما هدت شوية. معايا ربع كوباية لبن سقيت بيها الكيك. كل ما الكيك يكون هش هتعرفي بان اللبن بتشربه في لحظة ما بتحطيها بالشكل ده كده. ده الكوباية اللي انا كنت شايلاها عندي، طبعا تقل اكتر فخففتها بحوالي 3-4 معالق لبن كده لحد ما بوصل للسمك ده. هفضيه كده كله على الكيك بتاعي واوزعه. بعد كده طبعا الكيس السكر اللي هو المكرمل اللي انا كنت شايلاه على جنب، بقطعه كده من الحرف حاجة بسيطة خالص بالمقص، وببدأ اعمل خطوط بالشكل ده كده. بعد كده بأي خلة عندك او حتى شوكة لو مفيش خلة تبدأي تعملي خطوط بالشكل ده كده، بتبقى خلف خلاف كده عشان تديك المنظر ده في الاخر.
الكيك ده سيبوه يبرد قبل ما تاكلوه، كل ما بيكون بارد كل ما بيكون احسن. وهنا تقريبا كنت سبته بتاع ساعة كده او ساعتين لحد ما هدا خالص وبردت. ببدأ اقطعها بقى. كيك جميل جدا وسهل وبسيط، متأكدة انكم لو جربتوها هيعجبكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك. باي باي.